هذا اللي تم من فوق امرك احنا نسميه مكحل. مكحل؟ اي مكحل. مطاعم المكحل، اي المطاعم المكحل قسم ينزلوه عندنا بالكاظميه ب1500، انا انزل بلاش. السلام عليكم على كل المتابعين. حلقتنا يا جماعه راح تكون من داخل الكاظميه. هذا السوق اسمه سوق البورصه اللي هو مقابل الامام. رايحين على واحد من اغرب المطاعم اللي ممكن تشوفوها داخل الكاظميه وبغداد وبالعراق. ليش؟ يعني كل شيء الطلبه نفر ونفرين وثلاثه سعر ب 3000 يمكن ما ادري 3 ونص. خلينا نشوف اذا صعد السعر او نفسه اللي هو الحاج كريم. يلا يا جماعه تعالوا يا حاج كريم شلونك؟ الحمد لله. حج ايش عندك وش عندك هنا؟ احنا عندنا هنا مثلا التمن عندنا 7 اشكال. تمن 7 اشكال. برياني، باقي التمن عنبر، تمن ابيض، تمن بزل، تمن احمر، ما شاء الله. تمن عدس، ما شاء تمن الله. 7 اشكال. مرقات عندنا 15 نوع. صلوات على النبي. بس سعر واحد كله 3000. كله 3000. مشتري ياكل معونين تمن، 3 معين تمن، مرق ياكل 2 ياكل 3 يطلع نقول له 3000. ثابت ما علينا. هاي اغرب شيء ممكن تشوفوه ببغداد. اي ما علينا، احنا ايش ياكل تمن، ايش ياكل مرق 3000. يعني انت تنزل لك معون بعدك جوعان تنزل الثاني ب 3000. 3000 حتى اذا يشرب مي 4 5 بطاله مي يطلع نقول له 3000. ما شاء الله. سعرنا هذا ثابت 3000. ما شاء الله. يشبع هو 3000. زين حجي ويا التمن ومرق ايش عندك بعد؟ يعني مثلا لك وربع دجاج ذبح عراقي، هذا نذبحه بيدينا احنا، مو نجيبه يعني مجمد بالمجمده. حلو. نذبحه بيدينا. الربع حتى من ب7، اذا ربع واحده ناشف ب4، واذا قوسي ب10. هذا سبيناغ. زين بعد ثخن مالته. عمي عالم ثاني، عالم ثاني. وين يابا؟ هاي النوعيه الثانيه. تعال ابويا، تعال جيب دجاج عراقي، دجاج عراقي. جيب نص. عصر بالنفر. نص دجاجه. هذا الدجاج. نلعب شويه بالدجاج. هاي نص دجاجه. صلوات ما شاء الله بابا. جذب 4 عقل. بسم الله. اللي يجي هذا المطعم لازم يصير عنده ادمان، يجي دائما لهذا المكان. هذا هو التبسي. ما شاء الله. هاي اليابسه، اليابسه والتمن. بسم الله. لكن انا كلش طيب ونظيف، اكل بيت. هنا تجون تاكلون اكل بيت يا محجي كريم. قعده حلوه، قعده شعبيه. عرفت شو نسوي؟ هنكمل هذا الاكل كله حتى وراها نشرب لنا كوب شاي يعدي الدم. يلا يا جماعه تعالوا. وهسه يا جماعه بعد ما كملنا جولتنا اليوم داخل الكاظميه، اكيد مثل ما عودناكم ننهيها جولتنا بواحد من اجود انواع الشاي الموجوده في بغداد وكل المحافظات اللي هو شاي قرجي. انصحكم تجربوه لان الطعم مالته كلش طيب. وشاي قرجيه يجمع العائله العراقيه. نشوفكم اكيد بحلقه جديده ومكان جديد. اخوكم محمد البرنس، في امان الله.